السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رحت عشان اشتريها لقيت القطعة الواحدة بتتباع ب45 قلت جنيه اجيب اربعة، الاربعة في 45 ب180. رحت جاية واخدة بعضي وجايبة المقادير وما كلفتنيش كتير، بدون فرن وبدون جيلاتين. يلا بينا نعمل حلو سهل وسريع على البارد وطعمه خطير، بمقادير سهلة واقتصادية وعلى قد ايدينا، وهنوفر كمان في الميزانية. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا ندخل. يلا بينا. اول حاجة معانا هنحتاجها معانا بسكوت. البسكوت ده ببتدي ان انا بجيبه من السوبر ماركت، او لو عندك بسكوت متبقي من العيد تقدري برضو تستخدميه، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة البسكوت يكون طعمه حلو وفي نفس الوقت يكون مش عليه اي منكهات. هنزل بعد كده بعد ما طحنا البسكوت بنص كوباية من الزبدة، والزبدة هنا بتكون سايحة معانا بس ما بتكونش سخنة، وخلوا بالكم من الخطوة دي. هقلب بقى البسكوت كده مع الزبدة كويس جدا لحد ما ابتدي الاقي ان البسكوت شبه شوية حبيبات الرمل كده المبلولة. بصوا بالشكل ده، دي كده وصفتنا تمام جدا ومظبوطة جدا. هقلب بقى كويس وهجيب اي صينية عندي تكون كده، او قالب يكون بيتفتح، وده للاسهل. لو ما عندكيش اعملي في اي صينية عندك ما فيهاش اي مشكلة. هنزل بقى الخليط كله البسكوت بالزبدة في قلب الصينية بتاعتنا، وابتدي ان انا افردها كويس جدا. لو حسيتي ان هي تقيله معاكي مش بتتفرد كويس، ابدأي حطي في ايديكي شويه كده من الزبده وهتتفرد معاكي بالشكل ده. دلوقتي يلا بينا مع بعض نحطها في الفريزر عشان تتماسك معانا لمده بس 10 دقايق، على بال ما نجهز الطبقه التانية. الطبقه التانية سهله جدا وبسيطه واقتصاديه. 4 معالق صغيرين من الكريم شانتيه البودر، وانا هنا مش مستخدمه كتير عشان تقدروا تعملوا الوصفه بكل سهوله. هحط كمان عليهم 4 معالق من السكر البودر بالشكل ده، وهحط كمان عليهم كوباية من الزبادي اللي هي الصغيرة، اللي هي بتبقى حوالي 105 جرام، عشان هتدينا طعم حلو جدا جدا للوصفة بتاعتنا. دي جبنة كريمي سايبة من السوبر ماركت، تقدري ممكن تجيبيها. انا حطيت منها حوالي 3 معالق كبار. نحط بقى نص معلقة من الفانيليا السايلة، ولو عندك فانيليا بودر تقدري تستخدميها. حطيت نص كوباية كمان من الماء المثلج، وممكن تضربي لو عندك لبن تضربيها باللبن، بس اللبن لازم خطوة مهمة جدا يكون ساقع معانا. هنضرب بقى كويس جدا عشان كل المكونات تندمج وتتجانس مع بعض. بصوا بقى دلوقتي هبتدي اوريكم بقى شكله بقى عامل ازاي بعد ما ضربناه كويس. بصوا القوام حلو قوي، ولا تقيل ولا خفيف. تعالوا بقى نجيب كده البسكوت بعد ما تماسك معانا في الفريزر لمدة بس 10 دقايق مش كتير. هبتدي بقى انزل عليه طبقة الكريمة بقى. طبقة الكريمة ريحتها عايزة اقول لكم خطيرة جدا جدا، تتاكل لوحدها كده اكل. هفردها بقى على طبقة البسكوت بكل سهولة كده، هتتفرد معانا على طول. عايزة اقول لكم المقادير دي سهلة وبسيطة واقتصادية ومش مكلفة، وفي نفس الوقت هتوفر معانا كتير في الميزانية. فردتها بقى كويس جدا، وابتديت ان انا اخبط عليها كده عشان تنزل كلها كده وتتماسك، وهدخلها الفريزر لمدة 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق هطلعها. كنت مجهزة صوص فراولة عشان ابتدي احطها عليه من غير بقى جيلاتين ومكونات خزعبلية. هجيب بقى ربع كيلو من الفراولة، وابتدي ان انا اغسلها كويس واحطها على النار، واحط عليها ربع كيلو برضو من السكر، وعليها بس ربع كوباية من المية. ابتدي ان هي تغلي معانا اعصر عليها عصرة من الليمون. مقادير سهلة جدا وبسيطة. هسيبها لحد ما تغلي معانا وتبتدي ان هي تتركز معايا، وابتدي لما تبرد احطها كده على الطبقات بتاعتنا بالشكل ده. وكان عندي بقى ربع كيلو تاني من الفراولة، ابتديت اقطعه بالشكل ده انصاف وقطع شرايح صغيرة، وابتدي ازين بيها. طبعا التزيين ده يرجع لك زي ما انت حابة تقدري تزيني. شكلتها بقى وزينتها بالشكل ده، وبصوا بقى شكلها بقى خطير جدا بجد، فظيعة وسهلة وبسيطة. وزي ما قلت لكم وفرنا في الميزانية بمقادير مش خزعبلية. ويلا بقى اعملوا لي لايك، ما بتعملوا ليش لايك ليه؟ يلا لايك وشير للفيديو. يلا بينا ندخلها الفريزر، هتقعد لمدة نص ساعة وتطلع بقى بالشكل والجمال ده. يا نهار ابيض، بصوا الجمال والحلاوة تحفة جدا، وطعمها بجد كان خطير. طلعتها بقى كده من القالب بالشكل ده علشان اقدمها بقى وندوقها بقى ونشوف طعمها ايه. طلع طعمها فعلا خطير. بصوا بقى الطبقات والحلاوة، لا لا لا، الموضوع فعلا طلع خطير وكبير. ده الف هنا وشفا. وصفة سهلة وبسيطة للتشيز كيك بنجيبها بره غالية، او انا لقيتها ب45 جنيه القطعة، فلا طبعا مش هروح ادفع فيها 45 جنيه. انا بال45 جنيه عملت صينية كلناها، كل واحد خد منها قطعتين. ما شاء الله اللهم بارك، فحلوة جدا.
بنظافة وجمال في البيت طبعا، وطعمها خطير. جربوها وان شاء الله تعجبكم من غير مقادير كتير ولا جيلاتين. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. باي باي.